شاهين، مسؤول العلاقات العامة بالكنيسة الإنجيلية في القاهرة. في البداية كنيسة عادية الناس بتيجي تصلي فيها. عندنا كمية مهولة من الدكاترة وكمية مهولة من الصيادلة. ويوم الأحد الصبح سمعنا إن المستشفى الميداني اللي كان محمد محمود اتضرب، فاجتمع مجلس الكنيسة وخدنا القرار إن إحنا نحول المدخل لمستشفى ميداني لمحاولة تعويض المستشفى بتاع محمد محمود اللي اتضرب. صديقنا الشيخ مظهر شاهين تواصل معانا وتواصلنا معاه، وقررنا ان المستشفيتين هيفتحوا في نفس الوقت. ابتدت تتدفق كميه هائله من الادويه والمعدات والاغذيه وكل اللي محتاجينه المرضى للمستشفى هنا. كل واحد كان بيجي بسؤالين: خدوا دي وانتم محتاجين ايه؟ ابتدت المستشفى الميداني اللي مفتوحه في العراء ابتدوا يخافوا على الادويه، يا اما محتاجين ثلاجه يخزنوا فيها ادويه، يا اما محتاجين اماكن مقفوله علشان الادويه ما تتسرقش او تضيع يعني وكده. المستشفيات اللي في الميدان حصل وبينهم نوع من التنسيق. كان في الأول على مستوى الدكاترة والصيادلة، بمعنى لو في تخصصات زيادة هنا نقدر نبعتها للمستشفيات التانية في التخصصات ديت، أو لو محتاجين تخصص نبعت نقول لهم. بعد شوية بقينا نتبادل مش بس الدكاترة والستاف، بقينا نتبادل كمان الأدوية. ابتدت تيجي أدوية هنا تروح هنا، ولما اكتشفوا إن الكنيسة هنا مغلق يعني محطوط بأسوار، قرروا هم بينهم وبين نفسهم إن كل الأدوية وكل الأدوات اللي محتاجينها يبقى موجودة هنا كمخزن عام يقدروا يجوا ياخدوا منه في كل الأوقات. اللي ساعد على كده وجود أكثر من طبيب في أكثر من مكان، يعني في أطباء من الاسم تلاقيهم هنا مثلا ساعتين وفي المستشفى الثاني ساعتين، فهو عارف كويس قوي ايه الادويه اللي موجوده هنا وايه الادويه اللي موجوده هناك وكده. الواحد بيبقى ناسي نفسه وناسي كيانه بالذات، خصوصا لما بتشوف واحد بيتألم قدامك، ساعتها بتنسى هو مين جنسيته ايه ولا لونه ايه ولا ديانته ايه. واروع صور الوحده انك بتشوف الانسان نفسه بيشترك مع الانسان في تضمين جراح انسان. عايز اشكر هنا كمان اتحاد الاطباء العرب. كتير منهم بعتوا دكاترة وكتير منهم بعتوا صيادلة اشتركوا مع اخواتهم الاطباء بتوع الكنيسة هنا في معالجة الحالات وفي التعامل مع كل الحالات اللي جات لنا. ما زال لغاية دلوقتي النماذج اللي شفناها مشرفة جدا، وطنية جدا، متسامية جدا، متدينة جدا. كتير منهم بيقضي صلواتهم هنا في الطرقه اللي انت شايفها ديت، بييجوا ساعه الصلاه بيصلوا وبيقضوا واجبهم وفرضهم. عايز اشكر بس رجال الاعلام اللي كانوا بيغطوا الحوادث ديت. ادركنا انه المعرفه بتنير العقول، وان المواطن من حقه يعرف كل المعلومات وبكل صدق، وان اللي شفناه خلال الاربع ايام دول كان حاجه مصيريه في مصير امتنا. ان شاء الله الدم اللي راح دوت ما يروحش هدر، لكن نشوف غد افضل لمصر يعني.